السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة اونلاين. كل الاخبار اللي بتحصل على الساحة الرياضية هتلاقوها ان شاء الله مع قناة اونلاين. النهاردة يا جماعة في الحوار اللي حصل بين السعدي ومحمد الشناوي، كل التفاصيل، اهم التفاصيل اللي جت هنلاقيها النهاردة معانا. تعالوا نشوف قالوا ايه ونرجع تاني. كيف اكتسبت ثقة المدرب المنتخب آنذاك هيكتور كوبر وصرت الحارس الأول بعد ما كنت الحارس رقم 3 بعد الحضري وبعد أحمد الشناوي؟ كانت ساعتها الرابع باين. بصراحة هو كان كنت بروح المنتخب أيام ما كنت في بتروجيت، كنت ساعتها تالت أو رابع الفترة دي لغاية ما روحت النادي الأهلي. وأول ما روحت النادي الأهلي كنت بتكلم مع الكابتن ناجي كده في التليفون، قلت له على فكرة أنا جالي النادي ورايح النادي. الكابتن ناجي قال لي لو رحت النادي الأهلي مش هتيجي المنتخب تاني عشان أنت كده مش هتلعب. قلت له برضه هروح النادي. قال لي طبعا انت كده مش هتيجي المنتخب عشان شريف اللي هيلعب وبتاع. قلت له في منافسه كده كده طبعا، شريف اخويا الكبير، وفي الاول وفي الاخر اي حد يكون موجود، اهم حاجه مصلحه النادي. تاني حاجه انا بقول لحضرتك ان انا رايح. قال لي طيب ماشي، ربنا يوفقك ويكرمك. وما رحت النادي الاهلي انا عندي هدف ان انا اكون في منافسه بيني وبين شريف وبين عادل ساعتها وكان مسعد عوض. والحمد لله ربنا كرمني قعدت فتره، قعدت حوالي سنه، وبعدين لعبت وبعد كده مسكت في الفرصه والحمد لله دلوقتي موجود. الفرصه اللي كوبر اقتنع بيا كان في الوقت كان هو ماتش البرتغال. يعني دي بالنسبه لي دي نقطه التحول اللي انا اتكلمت فيها قبل كده. هو كان نقطه التحول كلها كان ماتش البرتغال. كان لا ابقى موجود النهارده لغايه النهارده في المنتخب او بره المنتخب خالص. دي نقطه التحول. وانت كنت عارفها ان هي نقطة تحول بالنسبة لك ولا؟ بالنسبه لي انا كشناوي كنت عارف. كنت عارف. عشان ده الناس ما اول مره تشوف محمد الشناوي يلعب مع المنتخب، تمام. وانا قبل ما العب المباراه انا حطيتها بنفسي تحدي ان دي اللي هتبقى تكون موجود في كاس العالم. الفرصة اللي لازم امسك فيها بالظبط، ده الكلام ده بيني وبين نفسي. اوكي. اللي هتبقى موجود في كاس العالم ده هتبقى بره المنتخب، واللي هيوديك المنتخب هي لعبك وكلام الناس عليك. خلاص الناس بتطمن. انت النهارده الناس بتتكلم النهارده معالي لطفي بيلعب بشكل كويس، مصطفى شوبير بيلعب بشكل كويس. الناس بتقول ايه؟ لعب بشكل كويس. هو اللعب اللي بيقول الناس تقول لك انت تبقى موجود او مش موجود. لو لعبت بشكل وحش الناس مش هتبص لك اصلا، يقول لك لا. يرجعوا الكابتن عصام، يرجعوا لشريف، يرجعوا للشناوي احمد الشناوي، يرجعوا اللي كانوا خلاص قدموا اوراق، يعني الاوراق بتاعتهم او لعبهم قدام الناس. هو لعبك اللي بيتكلم عليك يعني. ده بالنسبه لي طول ما انت بتلعب بشكل كويس الناس تلاقيها بتتكلم عليك بشكل كويس. ورجعنا لكم تاني وسمعنا الكلام اللي قاله محمد الشناوي ونقطة تحول مصير محمد الشناوي. تعالوا بقى نسمع تفاصيل عرض العقد اللي جاي لمحمد الشناوي من النصر السعودي. محمد الشناوي فضل انه يقعد مع الاهلي لانه كان في استحقاقات كانت موجوده، من ضمنها مباراه الزمالك واستحقاقات الجايه. اليوم الناس تتحدث عن عروض اخرى. ويجن قدم عرض، هناك من يقول انه النادي الاهلي السعودي سوف يقدم عرض او قدم عرض. هناك حديث لمحمد الشناوي ان يذهب خارج الاهلي. بغض النظر شو العروض، انت وضعك ايه من الموضوع ده؟ انا اتكلمت قبل كده في الموضوع ده. عامه اي عرض بيجي لي اولا يعني بيجي على طول بيروح للنادي، تمام. وفي الاول وفي الاخر هو وجهه نظر النادي انا بحترمها جدا. يعني هو موضوع النصر ده ما جالي، هو جالي في اول الموسم وجالي برده في شهر واحد اللي فات ده. اول ما جالي بيتكلموا النادي على طول، والنادي هو وجهه نظره هو بيقول لي في 1 2 3 احنا بنتكلم في الموضوع. انا بشوف وجهه نظر النادي، انت محتاجني انا موجود، انت مش محتاجني تمام. بس هو في الاول وفي الاخر قرار في الاول وفي الاخر بتاع النادي. انا كده كده موجود في النادي الاهلي وقاعد في النادي الاهلي. اي حاجه بتيجي من طريق النادي الاهلي. النادي الاهلي وافق انا تحت امره، ما وافقش انا تحت امر النادي الاهلي. يعني انت اي حاجه، اي رده فعل من الاهلي انت معاها بالظبط. هو طبعا ايا كان. طبعا انا لما جالي ان موضوع النصر في شهر واحد ده جالي قبل ماتش الزمالك ب4 ايام،
تمام. وكلمنا الناس اللي معايا، اتكلمت مع النادي، والنادي اتكلم مع نادي النصر. وعشان احنا عندنا ماتش مهم، انا ما كنتش بتكلم خالص في الموضوع لغايه ما خلص الماتش بتاع الزمالك. وبعد ماتش الزمالك هم كانوا مستعجلين جدا نادي النصر، عشان كان عندهم ماتش نهائي الكاس مع الاتحاد، هم كانوا عايزين يخلصوا الماتش بسرعه، الموضوع بسرعه. بس انا كان عندي ماتش مهم، عشان كده اللي خد وقت طويل شويه. هم خلصوا جون تاني بعديها على طول يعني. خلاص هو ما فيش نصيب، انا موجود في النادي الاهلي، نادي كبير بالنسبه لي، بيتي، انا تحت امرهم في اي وقت. وفي الاخر انا كده كده اي هخرج من طريق النادي الاهلي، مش هعمل زي ما الناس بتقول اعمل مشاكل والكلام ده كله. عمري ما هعمل مشاكل مع النادي الاهلي. ايا كان العرض انت هتخرج من باب الكبير، من باب الكبير للنادي الكبير من النادي الاهلي. ما فيش نقاش في ده. ما فيش نقاش. انا في الاول وفي الاخر الموضوع اتكلم مع الكابتن، اتكلم مع الاداره اللي ماسكه، في الاول وفي الاخر هنقعد نتكلم، وفي الاول وفي الاخر هو القرار بتاعهم. عرض الاحتراف بالنسبه لك شناوي، هل تشوفه فرصة ذهبية بعد ما شفنا علي لطفي متألق، بعد ما شفنا مصطفى شوبير أيضا متألق، تشوفه وقت مناسب أن الشناوي ممكن يلعب برا؟ اكيد طبعا. الاحتراف لسه يعني بيبقى في دماغ الواحد ان هو نفسه يحترف بره طبعا، ودي حاجه بالنسبه لي تبقى كويسه جدا لو جالي احتراف بره طبعا. بس في الاول وفي الاخر انا ارجع اقول لك ان اللي جالي اي عرض بيبقى على طريق النادي، وانا اقعد مع النادي وشايف ان الموضوع بالنسبه لي كويس ومناسب للنادي. ودلوقتي زي ما انت بتقول علي موجود وشوبير موجود، دي بالنسبه لنا ان حراسه المرمى في امان زي ما بيقولوا في النادي الاهلي. في الاول وفي الاخر احنا بنقعد وبنشوف المصلحه العامه ايه، وفي الاخر قرار النادي انا بكون تحت امره. شوف يعني الكلام اللي انت تقوله يعني مش اي حد يقوله كابتن محمد شناوي. يعني لما يجي عرض للاعب وعرض مغري ويقول لك انا بالنسبه لي الاهلي هو اللي يقرر مصيري، اطلع اقعد انا تحت رهن الاهلي اكيد، واداره اكيد الأهلي. اكيد، ما ده بيتي في الاول وفي الاخر. انا النهارده النادي الاهلي قعدنا النهارده مع حضرتك، انا عمري ما انسى الجميل النادي الاهلي. النهارده انا قاعد في النادي الاهلي من عندي 14 سنه، قعدت في النادي الاهلي يعني الكلام ده اتكلمت فيه قبل كده من زمان، ان انا عمري ما انسى الجميل النادي الاهلي عليا. يعني النهارده اللي قعدنا مع حضرتك هو النادي الاهلي، اسمي النادي الاهلي وبلعب في النادي الاهلي، والنهارده في منتخب مصر وموجود. شهرة محمد الشناوي من النادي الاهلي، عشان كده عمري ما هطلع من النادي الاهلي لما النادي الاهلي يوافق. وفي الاول وفي الاخر هو مش واقف قدام مصلحتي، هو برضو ما بيشوف لما بيجي يشوف خلاص احنا تمام، الشناوي ده وقته يطلع هيطلع. اوكي. بس يعني لو فكرت في ترك مكانك في الاهلي شناوي، تتوقع انك ترجع وتشوف الظروف مهيئة لك انك تكون حارس اساسي مرة تانية؟ اكيد. انا لو خرجت وارجع النادي الاهلي تاني، يعني الظروف بقى ساعتها هتكون عامله ازاي دي بقى ما اعرفهاش يعني. بس اكيد طبعا انا في اول حاجه لو خرجت والنادي الاهلي طلبني في اي وقت طبعا ارجع له، مش هفكر يعني. مفيش يعني 1% تفكير يعني. خلينا نعمل فلاش باك. هل يعني واحنا نتكلم عن العروض، كان هناك نادي اوروبي وبرتغالي كان لا في الاول خالص مهتم فيك صح؟ ده قبل ما اروح الاهلي، قبل ما تروح الاهلي. اول ما خلصت بتروجيت وكنت خلصت كل حاجه في النادي ده، وما جالي الاهلي رحت الاهلي على طول. فضلت الاهلي على فضلت خلاص يعني، كنت مخلص كل حاجه شويه بس اللي انا اخلص امضي بس. قصه ويجن ايه؟ ويجن كانت جالي برضو في شهر 1 اللي فات ده ويجن، وناس كلموني من اداره النادي هناك. بس يعني بصراحه ما الموضوع ما مشيش، عشان يعني الظروف ما كانتش ساعتها، كان النادي كان محتاجني وما كملناش يعني الموضوع يعني ما حصلش نصيب. بس هي العرض هو شناوي يعتمد على انت بالنسبه لك طريقه تفكيرك او استراتيجيتك. لو الاهلي اداك الضوء الاخضر انك تنتقل، هو حيكون على حسب العرض المالي، الرقم المعروض، ولا الدوري اللي حتظهر فيه، النادي اللي حتظهر فيه، ولا ايه اللي حيحكم في القصه؟
هو انا النادي عندي لو اداني الضوء الاخضر طبعا يعني يبقى هو كده في الوقت ده خلاص يقول لي اتفضل امشي. طبعا لا افكر طبعا في الدوري اللي انا رايحه، الفرقه اللي انا رايحها. هو مش اي عرض هيجي لي وخلاص اللي انا اروح، لا لازم يبقى عرض كويس بنادي كويس في دوري كويس. ده بالنسبه لي يعني. طبعا لو النادي ساب ان هو اداني الضوء الاخضر ان انا امشي، لا لازم يبقى فرقه كبيره اللي انا رايحها ودوري يفيد يعني. يعني انا اكون بالنسبه لي دوري قوي مش دوري ضعيف اللي انا اروح اقعد في دوري ضعيف وخلاص عشان الفلوس ولا عشان كذا. لا انا بالنسبه لي اروح برضو دوري فرقه بتنافس، دوري قوي يعني لازم. هاي من ضمن